اهلا وسهلا، كي دايرين الغزالات ديالي؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى يلقاكم هاد الفيديو على خير وبخير وبصحة جيدة. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. اليوم غنصايب معكم واحد الشوكولا دايره ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانوا طلبوها مني وليداتي، ودائما تنقول لهم شي نهار نصايبها لكم، شي نهار نصايبها لكم. ايوا جا الوقت باش غادي نصايبها لهم، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم حتى نتوما ديروها لوليداتكم، تفرحوا بها راسكم باقل التكاليف. علاش لا؟ واخا هاد الشوكولا راه دايره المهم سميتها شوكولا دبي، يعني معروفه في التيك توك. المهم ديروا نتوما هي الشوكولا ديال دبي وغتعرفوني علاش كندوي. المهم هي تتخدم بواحد التقنيه اللي يعني تقريبا الناس حاولوا يصايبوها. هي تتباع هكا في واحد الشركه عالميه، وايضا تيصايبوها بواحد يعني الشكلاط اللي كيكون اختي نوعيه جيده، وداك الشيء هو هذاك. واختي راه غير هذيك الطابليت او ديك الشوكولا كتباع غاليه غاليه، ما يمكنش ان اي واحد غادي يشريها. راه تبارك الله غير واحد الطابليت دايره يعني واحد المهم واحد المورصو كيدير اختي من كاين اللي كيقول 60 درهم، كاين اللي كيقول 80 درهم، كل واحد شنو كيقول. مهم انا قلت اليوم نصايبها في داري، نصايبها وليداتي. المهم اول حاجه كيما شفتوا خديت واحد تقريبا واحد 10 درهم ديال الكنافه. هنا خديت حاولت ناخذ الشوكولا يعني تكون شويه مزيانه. كان عليا في حقيقه ناخذ ديال العبار، غير لقيت هذاك مول الحلوى وداك الشيء كان شويه عامر. صافي خديت الكنافه وخديت ديك هانتوما تشوفوا غادي ندير فيها النكهه ديال البيستاش. المهم انا غادي معكم مراحل. اول حاجه درت هي كنافه، درت لها شويه ديال الزبده وخليتها كنحركها مره مره باش ما تحرق لياش. غادي نحمرها مزيان. هنايا خديت هاد الطابليت ديال الشكلاط هذا، خديت اختي غير راه شفتو الكاغيط بلا ما نقول الاشهار. المهم نتيا خدي النوعيه اللي بغيتي، غير يكون هذاك الشكلاط تكون يكون المذاق ديالو زوين، ماشي نقول لك هذاك الشيء داك رخيص وداك الشيء. حاولي تاخدي شويه يكون نوعيه جيده وصافي. تقدري تاخديه بالعبار وتقدري تاخدي كيما درت انا. مهم انا درت بهذه الطريقه مهم باش نجرب كيفاش غادي يجيني، وحاولت نبسط كما قلت لكم. صافي خديت عاوتاني الشكلاط الابيض تا هو ذوبته، واخا ما بغاش تذوب ليا ديك النوعيه، ما عرفتش علاش البنات. المهم هنايا خديت الكنافه من بعد ما حمرتها كما شفتوا. هنا خديت واحد شويه ديال الكاوكاو، خديته غير من عند القلاي فيه شويه ديال الملحه. طحنته مزيان. هنايا النكهه ديال البيستاش كما قلت لكم. وهنا درت واحد معلقه لان غادي نزيد داك الشكلاط الابيض لان مبغاش يذوب ليا. زدت هذاك الشكلاط اللي شفتوا. غادي نزيد واحد جوج معالق بحال هكا. المهم تيصايب لي يعني تتجمع ليا ديك الكنافه. تقدري ديري نتيا اللي بغيتي. مهم انا بسطتها لك اختي، راه هما كيديروها بالبيستاش يعني بهذيك عجينه ديال البيستاش. المهم انا اختي البيستاش غالي علي غالي عليا، اختي درت لهم داكشي بابسط الاشياء. صافي كتاخدي هنايا داك الشكلاط من بعد ما داب داك الكحل. انا درتها في هاد الباطه هادي، نتي ديريها في اي باطه عندك اللي بغيتي. عندك السيليكون تا هو كتجي فيه مزيانه. صافي كتحاولي ديري واحد الطبقة اللي تكون شوية رقيقة ماشي غليظة بزاف، لأن علاش الغرض من هاد الشي كامل خاصك على لا هاد الشكلاط يكون الطبقة ديالو رقيقة على الكنافة. هادشي بغيت نقولك. صافي كنحاول نقادها هكا مزيان وتنقول يا ربي قدني الشكلاط لأن الباطا شوية كبيرة. صافي البنات دخلتها هكا للثلاجة، وحاولي تطلعي داك الشكلاط للجوانب لان باش نديرو كنافه باش نغطيوها فهمتوا. صافي هاد الكنافه تبارك الله راه شاط ليا. حاولي ديري غير كميه، شوفي انت على حسب الافراد ديال العائله. المهم انا بغيتي ندير هاد التجربه وصافي، وبغيت نفرح هكا وليداتي، وايضا باش نديرها معاكم واحد التجربه اللي كلشي تبارك الله كاع يمكن تقريبا كاين اللي كيجرب بحال هكا. صافي ودرت هذيك الكنافه البنات، وصافي غادي نغطيها عاوتاني بالشكلاط. ها نتوما كتشوفوا حاولوا تذوبوا الشكلاط، راه دايره ديك الكاسرونه فيها الماء سخون، باش يبقى ليا الشكلاط هكا مصيب. واخا هكاك الطبقه ديال الشكلاط كانت مازال خاصني واحد شويه من الفوق.
هذا الشيء اللي كاين. ولكن مهم هي المشاركة البنات، هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، حاولوا تشوفوا شي حاجة وعجبات وليداتكم من الأحسن ديروها لهم، علاش لا في الدار بحال هكا. كاين الناس اللي ما عندهمش الإمكانيات هكا باش يشريو داك بحال هكا، داك الشكلاط أنا بعدا جاني غالية البنات أنا ما نكذبش عليكم. إيوا صافي المهم حاولوا حتى نتوما كتشوفوا. المهم هنا كان خاصني شوية ديال الشكلاط، كون كان عندي هذاك الشكلاط مثلًا أي شكلاط يكون نوعية زوينة بحال داك المور اللي كتكون النسبة ديال الكاكاو ديالو مجهدة وصافي. راه كيتباع كلشي عند لوازم ديال الحلويات. حتى الكنافة راه حتى هي يعني شريتها أنا من عند هاداك لوازم ديال الحلويات. صافي كتاخدي نص كيلو اللي بغيتي. المهم أنا راه خديت تقريبا 15 درهم وتبارك الله راه شاط ليا. صافي كندخلها الثلاجة راه ما المهم الكونجيلاتور كتدخليها وصافي راه دغيا دغيا، يعني ما كتخليهاش عاوتاني حتى كتجمد. ها نتوما كتشوفوا واخا شويه صايبات ليا من الجناب، لان كيما قلت لكم شويه غير الشكلاطه شويه اللي كانت خاصة من الجناب. ولكن المذاق يا سلام، راه خليت لكم تسمعوا بان فعلا كاين واحد القرمشه تما ديال كاينه واحد التقرميشه. غير انا ما تسمعت ليش بزاف، خصني البوق البنات كيما كيديروا هما كيديروا البوق وصافي. المهم كانت تجربه زوينه وناجحه وعجبني الحال، لان عجبات وليداتي وكانت واحد كيما قلت لكم فيها النكهه ديال البيستاش، لان كيما قلت لكم شريت ديك النكهه وصافي. وهذا الشيء اللي كاين حتى نتوما نوضوا اختي وديروا ليا فرحوا ليا وليداتكم وصافي. هذا الشيء اللي كاين البنات. ومهم هنا غادي يسالي الفيديو ديالي وتنقول لكم مع السلامه الى فيديو لاحق وبصحه وراحه.